شاور جل بأقل التكاليف، سهل واقتصادي وريحته حلوة وتقيل وزي بتاع بره بالظبط. بصوا شايفينه عامل ازاي؟ طبعا الرغوة دي كلها المفروض ان هي هسيبها ساعتين وهتنزل. تعالوا بقى نشوف المنتج ده دكتور كلين، وفي زيه يعني شركات تانية، في هايلوكس وفي هافلوكس. يعني بصوا في يعني اللي هتلاقيه هتجيبيه. طبعا هتوصلي ازاي بقى ان انت تجيبي دكتور كلين او اي حاجة عن طريق صفحة الفيسبوك. بصي ارخص حاجة في الدنيا ده 3 لتر من البرسيل جل. زي ما انتوا شايفين كده العلبة بتيجي كده مقفولة كويس، ولسه احنا هنفتحها مع بعض. لسه انا معرفش جواها ايه. بصوا انا كنت فاكرة ان في كيسين زي مثلا زي كيس البرسيل جل وزي الصابون، لكن الشاور طبعا جاي كده بيخفف بقد ايه؟ ب3 لتر مية. يعني انت كده هتعملي 3 لتر من الشاور الجل. اسهل من كده مفيش. هناخد بقى العلبة بتاعتنا دي وهنفضيها بقى في طبق كده زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل بقى العلبة كلها. طبعا التعليمات مكتوبة على العلبة. بكام بقى العلبة دي؟ عاملة 35 جنيه. عايزة اقولك اقتصادي اقتصادي. طبعا الشاور دلوقتي غلي، هندور على بدايل لأي حاجة. اي حاجة غليت هندور على بدايل. طب ليه احنا منجيبش منتجات زي دي وحلوة جدا؟ طبعا في 3 انواع من الشاور الجل. انا حبيت سهر الليالي، فطبعا انت في حاجة اسمها الغابات الاستوائية، وفي نوع تالت انا مش متذكراه. فاللي انت حباه تستخدمي بصراحة. سهر الليالي عجبني جدا، ريحته حلوة، وكمان مكتوب كمان على العلبة ان هو ملطف كده ومغذي للبشرة. انا شايفاه زي اي شاور انت بتجيبيه ب70 وب80 وبيوصل ل100 وحاجة. ده زيه بالظبط. وادام بقى وصلت لحد هنا ما تبخليش عليا بقى باللايك. لو لسه شايفة قناتي ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على علامة الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الشاور بتاعي الاول، فضيت العلبة كويس جدا، وهبدأ ان انا انزل عليها ب3 لتر من المية. وطبعا كل المنتجات اللي انا عملتها معاكم يفضل ان انا انزل المنتج الاول وبعد كده انزل المية شوية بشوية علشان ما يحصلش اي تكتلات او كلاكيع. كده احسن بكتير. عايزه اقول لكم برضو في منظفات او محلات منظفات هتلاقوا عندها الحاجات دي بتتباع برضو بنفس السعر، مش بيغلوا عليكم خالص. وانا هجيب لكم بقى منتجات تانية نجربها مع بعض زي المنتجات اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. طبعا انا كده هحط كده الكمية كلها، وهبدأ ان انا اضربها، وكل ما اضربها يحصل بقى رغاوي كتير زي ما انتم شايفين كده. الرغاوي طبعا خلاص احنا اتعودنا، الرغاوي دي بتنزل كلها وبتقل كمان الشاور. عايزه اقول لكم بجد بجد الشاور عجبني جدا، من المنتجات اللي اقتصاديه الحلوه النظيفه جدا. بيفتح على فكره البشره حلو جدا زي ما مكتوب بجد على التعليمات ان هو مغذي للبشره، ملطف للبشره، وسهل وسريع ما بياخدش وقت خالص معانا. طبعا انا لازم ان انا اضرب كويس جدا جدا، وبعد كده خلاص انا خلصت. هبدأ ان انا اسيبه ساعتين، وبعد الساعتين بقى بالشكل ده، وهبدأ بقى اعبيه. انا عبيته بقى جراكن قديمة بتاعة شاور، احتفظت بيها ورحت حاطه فيها الكميه دي. عايزه اقول الكميه دي هتكفي معاكي وعلى حسب برضو استخدامك. ليه ما نبقاش كده ملكه التوفير، واي حاجه تغلى نروح بقى جايبين البديل بتاعها وحاجه نظيفه وحلوه.